طيب، من كام يوم كده طلعت لايف مع الواد ده اسمه صبري. الواد ده طبعا كلكم عارفينه يعني، اسمه صبري. مش عارف هو اسمه صبري ولا اسمه ايه. لما بيجوا امن الدولة يبعتوه مشوار مش عارف يعني بيبقى اسمه ايه. هو عيل معرس يعني على اي حال وفي جميع الاحوال. هو عيل معرس، يعني عيل بلا شرف ولا مبدأ. كل كلامه وكل شغله تعريس وتبخير وتطبيل للنظام المجرم، النظام الفاسد اللي فشخ الغلابة وزحف الناس على وشهم 15 سنة، وفي النهاية داخلين على حرب. يعني حياة الشعب والناس الغلابة اسود معاكم. المهم الواد العرس ده ابن، ولا بلاش، كان عامل لايف من كام يوم. فالمهم قلت ادخل احكي معاه كده اشوفه. هو كل كلامه تعريس في تعريس. يطلع يقول السيسي راح، السيسي الجيش، السيسي عمل، السيسي سوى، وهو كده وخلاص. طب يا سيدي، احنا عارفين ان مصر دولة قوية وعندنا جيش محترم ربنا يحفظه، جيش بطل ربنا يحميه. وعارفين ان مصر قوية، واحنا عارفين بلدنا كويس وعارفين مصر، واحنا مصريين ووطنيين وعارفين كل ده. الحكاية مش مستاهلة ان انا اطلع بقى كل شوية اقعد اعرس لواحد دكتاتور زيك. اسمك صبري ولا اسمك ايه؟ لما بتيجي امن الدولة تبعتك مشوار، ولا يجي ضابط يبعتك السوق ولا حاجة، بتعرس شكك يمكن يبقى لك مصلحة بعدين. صح يا صبري؟ يا صبري يا بتاع البخور، بطل بقى تعريس شوية للسيسي. ولو انت راجل محترم بلوجر بقى ولا بتاع، ولا عندك بقى شغل ولا كده، وجه موضوعك شوية ناحية الناس الغلابة اللي هي بتاكل من الزبالة، والناس اللي مش لاقية علاج، والناس اللي مش لاقية تدفع إيجار، والناس اللي بتموت، والناس اللي جالها اكتئاب، والناس اللي بتنتحر، والناس اللي كرهت نفسها معاكم. كلكم تطلعوا بس تعرسوا شغالين معرسين شكك يمكن يبقى لكم مصلحة بعدين. وانت اكبر معرس فيهم، وانت خليفة احمد موسى. وانت يوم ما السيسي هيخش القفص وهيتحاكم كلكم هتيجوا زي الكلاب تقفوا طابور، والغلابة هم اللي هيحاكموكوا. ليه؟ لان انت بتطلع عمال تردم على الغلابة. المهم دخلت مع الواد الحيوان ده، مع احترامي لكل الناس المحترمين، بس هو ده كل واحد بياخد حقه يعني، ده لازم ياخد حقه. المهم دخلت معاه في اللايف، قلت له انت كل شغلك تطبيل وتبخير وبتاع، ما يعني خليك جدع كده شويه، وبص ناحيه الغلابه شويه، بص ناحيه الناس اللي في المستشفيات، بص اللي مفيش علاج، بص